يا ناعمة يا غريبة يا بنت الناس الطيبة، وعشان هي طيبة هنبدأ بيها النهاردة إن شاء الله أول حلقة من حلقات نواعم العيد. هنعملها ب3 مكونات بس، وأسرار نجاحها وإزاي تطلع معاكي مظبوطة من غير ما تشقق ولا تبصم، وكأنك جايباها من أفخر محل حلواني. حط لايك جميل للوصفة ويلا بينا نبدأ. مبدئيا كده أنا هقول لكم المقادير لكيلو الدقيق، وهقول لكم المقدار اللي أنا اشتغلت بيه. كيلو الدقيق بيحتاج 600 جرام سمنة، ويفضل طبعا تكون السمنة دي جاموسي يعني سمنة بيضة عشان لون الغريبة يبقى فاتح. وبنحط عليه من 250 ل300 جرام سكر، ما نقللش عن 250 وما نزودش عن ال300 علشان الغريبة ما تسحش وتفرش مننا في الفرن. انا عملت كيلو الا ربع دقيق، حطيت عليه 450 جرام سمنه و180 جرام سكر بودره. ضروري كل المكونات اللي هشتغل بيها تكون منخوله، وطبعا ما ننساش رشه الملح. هنحط كل المكونات مع بعضها في العجان، مش هنحتاج ان احنا نضرب السكر والسمنه مع بعض الاول. هنحط كله مع بعض ونبتدي نضرب كويس قوي. وطبعا لو مفيش عجان مفيش اي مشكله، بنشتغل بايدينا وبنقلب وبنبس كويس قوي لحد ما نوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. ضروري نسيت اقول لكم ان لازم السمنه تكون ساقعه وطالعه من التلاجة. بافضل أضرب في الغريبة وأنعّم فيها لحد ما توصل لدرجة إنها تبقى شبه المرهم. الأول بتفرول وبعد كده بتبتدي إنها تعمل عجينة مش ملزقة، وبعد كده بتبتدي تلزق، وده سر نعومة الغريبة إنها لازم تتبس كويس أوي. باغطيها بكيس بلاستيك وبندخلها التلاجة نص ساعة ترتاح وتشد شوية علشان نعرف نشكلها. ممكن تعمليها من قبل الفطار وتشتغلي فيها بعد الفطار مفيش أي مشكلة. أنا عجنتها بعد الفجر ودخلتها التلاجة واشتغلت فيها الضهر. بعد كده بتطلع بقى من التلاجة بتكون جامدة ومحجرة. وعشان نرجع نطريها ونحننها تاني بناخد كل قطعة كده صغيرة ما بين ايدينا نحننها ما بين صوابعنا كده ونطريها. يا اما تحطيها في العجان بالظبط دقيقة او دقيقة ونص، تلفيها لفتين اتنين على سرعة متوسطة مش سرعة عالية، علشان ترجع تاني للقوام بتاعها اللي تقدري تشكليه زي ما انت شايفة كده. ما تطوليش عليها عشان ما ترجعش تطرى تاني. بنشكل القطعتين وبندخلهم الفرن عشان نختبر الغريبة عندنا. بتدخل فرن مسخن مسبقا على حرارة من 140 ل 150، بتاخد من 10 ل12 دقيقة، ما تطوليش عليها. بتكون في الرف الوسطاني، ويا ريت كل الصواني اللي هتستخدميها تكون ألمونيوم، تكون صواني تقيلة علشان ما تلهفش الغريبة من تحت، زي الصينية اللي شفتوها من شوية. الغريبة ما ينفعش إنها تتحمر من تحت. زينيها بقى بالأشكال اللي انت عاوزاها بأي مكسرات، مكسرات مجروشة، مكسرات عادية، ورد محمدي. وكمان كان عندي بسكوت بديل لوتس وبديل الأوريو، بيتباع موجود كده مجروش في محلات مستلزمات الحلواني. ممكن برضو تزيني وش غريبة بيه. وزن قطعة الغريبة المثالي ما بين 12 ل14 أو 15 جرام بالكتير أوي، ما تزوديش عن كده. بنشكلها في الصاجات من غير ما تدينا أي حاجة خالص، وبندخلها فرن مسخن مسبقا على حرارة من 140 ل 150، بتاخد من 10 ل 12 دقيقة. بنطلعها من الفرن ما بنقربلهاش ولا بنلمسها خالص. بنسيبها في الصاجات لمدة ساعة لحد ما تشد وتبرد خالص، لأنها بتكون طرية. وبعد ما بتبرد بقى بنعبيها في العلب اللي احنا هنخزنها فيها، وبنغلفها كويس بالاسترتش علشان نحافظ عليها.